تعالوا النهاردة بقى نعمل مع بعض الكريب زي بتاع المطاعم وأحلى وأنضف بطريقة سهلة ومضمونة جدا. الكريب هيطلع معاكي طري ومش بيتقطع وناجح معاكي من أول كريباية لآخر كريباية. بس يا ريت قبل ما أبدأ ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. في الأول كده هبدأ بعجينة الكريب. في بولة كده هحط 4 كوبايات دقيق من الكوبايات المعيارية، أو ممكن الكوباية اللي بنشرب فيها الشاي. أهم حاجة كوباية واحدة اللي تعايري بيها. هحط عليهم ربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة سكر صغيرة، وهنزل عليهم ببضاية. وكل كوباية دقيق هتاخد كوباية وربع مية، يعني انا حطيت 4 كوبايات دقيق هحط قصادها 5 كوبايات مية. هضربهم بقى بالهاند بلندر او في الخلاط، او ممكن بالمضرب على ايدك. هحط كده رشة فانيليا علشان الزفارة بتاعة البيض، مش كتير، انا حطيت نص الكيس على الكمية دي. بصوا بقى ده السمك اللي عايزاه، يعني ما يبقاش تقيل قوي وما يبقاش خفيف خالص، هيبقى مايل للخفيف مش مايل للتقيل، في الوسط كده. هصفيه بقى بمصفى واحطه كده في اي حاجة ليها بوز عشان اعرف اصب كويس. هصفيه كويس عشان مش عايزة فيه اي تكتلات زي دي كده، دي الحاجات اللي انا مش عايزاها تكون موجودة خالص. حاجة مهمة قوي بقى، هسيب الخليط ده يرتاح على الاقل نص ساعة. عقبال بقى ما يرتاح، عندي نص كيلو بانيه مقطعاه شاورما، هحط عليه نص معلقه فلفل اسود ومعلقه صغيره بهارات فراخ. انا مش هحط اي توابل تاني، انا هكتفي بس بدول. لان انا عندي بهارات الفراخ طعمها حلو يعني، فمش هحط توابل تاني. وممكن كل واحد يحط اللي هو عايزه، يعني اي طعم بتحبوه في الشاورما حطوه. هنزل بيهم بقى في وok فيها معلقه سمنه كده ومعلقه زيت. هسخن الطاسة وانزلهم عليها، مش هقلب فيها خالص لحد ما تاخد لون خفيف كده من تحت. هبدأ بقى اقلب على الناحية التانية واقلب فيهم كويس. زودت هنا عليهم نص معلقة بهارات فراخ تاني، وحطيت معلقة متوسطة من الملح. هنزل كمان عليهم بمعلقتين من دبس الرمان، وهحط معلقة كاتشب ومعلقة من الصوص بتاع هاينز بتاع صوص البرجر. ممكن تستغنوا عنه بس بيدي تست حلو قوي. هقلب كده لحد ما الفراخ تشرب شوية المية اللي نزلوا منها دول، لحد بقى ما تشربهم خالص والصوص يتقل ويبقى بالشكل ده. في نفس الطاسة بقى هنزل ببصل مقطعه شرايح، شلت الفراخ ونزلت بالبصل، هشوحهم كده شوية صغيرين. وبعدين هنزل عليهم بفلفل الوان اخضر واصفر واحمر. هشوح بقى فيهم كلهم كده مع بعض لحد ما يتبلوا شوية. وهنزل عليهم بصوصات تاني نفس اللي حطيتها على الفراخ، دبس رمان معلقة ومعلقة كاتشب ومعلقة برضو من صوص هاينز. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض لحد ما يدبل شوية صغيرين، وهنزل عليهم بنص كمية الفراخ، عشان النص التاني هخليه من غير خضار. هنزل كمان شوية صوص كده من صوص الفراخ ده عليهم، واقلب بقى كله مع بعض لحد ما كله ياخد من بعض كده. وبس كده الشاورما تبقى جاهزة. نجهز بقى الكريب. عندي صينية، اكبر صينية عندي تيفال، تكون تيفال ما بتلزقش. هدهنها كده دهنة زيت صغيرة خالص، انا هنا كترت مني شوية فبمسح الباقي بالمنديل. وعندي هنا كوباية، الصينية دي هتاخد معايا كوباية الا ربع من العجينة. عايروا كده بالكوباية علشان تعرفوا الصينية بتاخد قد ايه، ويطلعوا كلهم نفس المقاس، ما تبقاش واحدة رفيعة وواحدة تخينة، ويطلعوا مظبوطين كلهم. بس اول ما الطروف كده تفك والاقيها بتتهز في الصينية، هقلبها على الناحية التانية. انا حطاها على عين كبيرة، اللي هي مش كبيرة قوي، مش اللي هي بتبقى في النص الكبيرة قوي، لا اللي هي كبيرة شوية بعد المتوسطة. والنار مش عالية قوي، النار وسط. الطاسة كمان تكون سخنة، وعايزة العجينة تنزل عليها تعمل صوت اللي هو التش ده. هنزل بكمية العجينة كده على جنب على جنب في الصينية، وهوزع كده ميل الصينية يمين وشمال عشان خاطر ايه الفها كده، عشان خاطر العجينة تلف في الصينية كلها. طبعا لو في طاسة كريب هيبقى احسن واسهل بكتير. وبرده بص الطروف هنا
بتلم معايا علشان خاطر انا عاملاها في صينيه. لكن طبعا لو في طاسه الكريب مش هتلف كده خالص، بس بنمشي نفسنا يعني. بس اول ما تفك معايا في الصينيه هقلبها على الجنب التاني تاخد لون، واقوم مطلعاها على طول. هتلاقوها بتنفخ معاكم، ممكن واحده تنفخ ولا حاجه، مفيش مشكله عادي. هتنزل تاني، النفخ ده هينزل عادي. لو في اي زيادات في الصينيه هشيلها عشان ما تتحرقش، وهزود نقطه زيت صغيره. انا هنا بصوا حتى ما حطيتش زيت تاني، بنفس الفرشه مسحتها كده في الصينيه ونزلت بالعجينه. برضو كوبايه الا ربع، وحطيتهم على جنب ولفيت الصينيه. اول ما تفك من الصينيه هقوم قلبها على الجنب التاني تاخد لون واطلعها. بصوا نقطه زيت صغيره خالص. هخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، واكد تاني لازم الصينيه تكون سخنه. كل كريبايه بخلصها باخدها عادي بحطها في طبق، مش بغطيها ولا حاجه، برصهم كده فوق بعض. ما تقلقوش مش هتنشف، هتفضل طريه. بصوا بقى الكميه اللي انا عملتها دي عملت معايا 9 كريبات على حجم الصينيه اللي انا عملت فيها. لو اكبر شويه هتطلع معاكم مثلا 7 ولا حاجه. بصوا بطبقها بتتفرد معايا تاني، ما بتتقطعش، وحلوه جدا. انتوا بقى ممكن كمان بعد ما تخلصوا بقى الكميه كلها تاخدوها تخزنوها في الفريزر وتطلعوا منها لما تحتاجوا. في العادي الكريب بيتطبق كده، بس انا علشان الكريبايه صغيره شويه فهقص كده الكريبايه لحد النص كده بالمقص، وهطبق بقى هلفها مثلثات. هحط بقى بطاطس محمره وعليهم كاتشب، عليهم كده رشه جبنه موتزاريلا، واحط بقى الشاورما. احط كمان عليهم شويه زيتون كده، بس الزيتون كان كبير شويه فبقطعه حتت صغيره. وحطيت فلفل هالبينو، وهلف بقى كده الكريبايه على شكل مثلث. بس كده خلصنا اول واحد. خلصوا بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، وحطوا بقى الطبقات اللي انتوا عايزينها يعني براحتكم، رصوا براحتكم. عايزين بقى البطاطس في الاول، الجبنه في الاول، الشاورما في الاول، براحتكم. اخلص بقى الكميه كلها وهاخدها على نفس الصينيه في شويه زيت بقى، شويه زيت اكتر شويه من اللي فاتوا اللي كنا بنسوي فيها الكريب. هنكتر سنه صغيره ونسيبهم بقى عشان يتحمصوا من بره ويبقوا مقرمشين لحد ما ياخدوا اللون ده. وبس كده بألف هنا. جربوها بقى وقولوا لي رايكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. باي.